مرحبا بكم في قناة مطبخ لمسان. نتمنى ان الفيديو تنهار اليوم يدخل عليكم كامل، تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم من مطبخي اختاريت لكم وصفة تحتاجوها برمضان ولا بلا رمضان، حتى في الايام العادية نحتاجوها، وراه ما يجي سيدنا رمضان ان شاء الله. بالك شي نهار تعملوه كيجي في خاطركم اختار الموسم ديالو، اللي هي البنات مرأة بالجلبان. وعملتها بالقرنوع معمر بالكفتة، جات نقولكم بالنتها عسل عسل ما تنشبعش مع ديك المريئه خاطره الله الله، كم ما يحب الخاطر. شوفوا البنات ما فيها لا زروديه لا والو، وبنتو ما تنشبعش. مع زدت طيبته في هاد الطنيجره تاع الطين، ناس نقولكم زادت له بنه على بنه. وباش طيابنا دايما يجينا بنين وهذا طاجين الجلبان يجينا حلو كالعسل، خاصنا دي زاستيس وخاصنا خطوات نتبعوهم. كنت ديجا تانيك في قناتي عملت لكم وصفه مرقه بالجلبان طيبته باللحم تقريبا بنفس الطريقه، دوك نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كذلك في الفيديو تنهار اليوم وريت البنيات المبتدئات الطريقه اللي نقيو بها الحبات القرنوع وكيفاش نحتفظوا بها باش ما تكحلناش. واللي خاصو يشوف اسرار الوصفه تاعنا تنهار اليوم ما عليه غير يتبع الفيديو من الاول حتى الاخير. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه اللي بديت بها، هنا شريت البنات الجلبان اللي باشورو، ما شريت هذاك اللي منقي تاع الكونجلي. اذا راح الموسم ديالو نستغلوا الفرصه ونطيبوه. شوفوا البنات، الفكره تاعي تنها اليوم انا تعلمتها من عند امي، الله يحفظها لي ويحفظ لكم جميع امهاتكم. كانت دائما تقول لي عمرك ولا تخلط لي الجلبان هكذا موسخ به بالقشره ديالو فيها التراب وفيها الغبره مع الجلبان الايه. كي كنت نعملها شحال كانت تزعف مني. وكامل الحاجات اللي تعلمتهم عند امي راني نعاود انا بدوري نعلمهم لبنتي ونقوله لكم في اليوتيوب باش هذا يتعلم من هذا. اذا انا نحط الجلبان ديالي على جهه ونبقى نقي فيه بالحبه بالحبه باش الجلبان ديالنا يبقى لنا نقي. بنفس الطريقه نكملوا نقي كامل كميه الجلبان اللي عندي، وهنا الكميه على حسب افراد العائله. وشوفوا البنات الجلبان ديالنا كيفاش راه شباب، راه الموسم ديالو راه شباب، ماشي راه فاخر هكذاك الحمص يجيكم يابس، راه فاتي وطري. تستغلوا الفرصه وطيبوه. والان بنات راني ماشي نطيبو انا في هذه الطنيجره تاع الطين اللي كنت وريت لكم الطريقه ديالها كي نستعملها في اول استعمال، كيفاش نستعملها وكيفاش نحتفظوا بها. اللي يحب يشوف الفيديو نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه للجلبان تاعنا تاع اليوم حبيت نرافقوا البنات بالكرنو، حتى هو راه الموسم ديالو نشبعوه قبل ما يشرف ونوعوا في الوصفات ديالو. مرات نبخروه، مرات نعملوه سلاطه، مرات نعملوه مرقه، مرات نعملوه في الفرن محشي. راهم كاين بزاف وصفات تاع القرنوع. اليوم انا حبيت نعمرو بالكفته. بصح قبل ما نمشي نعمرو بالكفته راني ماشي نوري البنيات المبتدئات كيفاش نقيوه والخلطه السحريه اللي نعملو فيها القرنوع باش القرنوع ديالنا ما يكحاش. كنت استعملتها لكم، خدمت بها هذه الخلطه حتى الخرشف. شوفوا البنات، رفدت كميه من الماء البارد وجبت هكذا حبه تاع الليم وبقيت نعصرها. معليش تكون بها بالزاز ولا ما فيهاش الزاز، مهم قرايه تاع الليم، كثروا الليم في هذاك الماء، عصروه عاود حطوا حتى القشره ديالو في قلب هذاك الماء. نعاودو نمشيو نزيدو في هذاك الماء زوج معالق كبار تاع الخل، معليش خل احمر ولا خل ابيض، ونزيدو ملعقه كبيره تاع الفرينه. هاد الفرينه وهاد الخل والليم هما اللي يخليو سوا القرنوع سوا الخرشف ديالنا ما يكحاش. هاد الخلطه السحريه البنات. بصح البنات هنا نسيت باش نضيف الملح، حتى من بعد عاد تفكرت باللي غير في القرنوع خاصنا نضيفو الملح، في الخرشف ما نعملوش الملح. والان قبل ما نخربو كامل في القرنوع باش يدينا كامل ما تكحاش، خاصنا نمشيو نحكوها مليح مليح بالليم قبل ما تخربوه كامل في القرنوع. ولا عاد تحبوا كامل يديكم ما تكحاش، من الافضل البنات تستعملوا لي غون، سوا لي غون دو ميناج هذوك لي غون تاع التنظيف ولا لي غون ميديكال تاع الاطباء، تلبسوهم هكذا يديكم كامل ما تكحاش. نبداو بسم الله، نمشيو نجيبوا الحبات القرنوع، نمشيو نحيو لها هذاك العود اللي فيها. ومن الافضل البنات تستعملوا هكذا السكين يكون عندكم حاد به تنقيو الحبات القرنوع. نمشيو نبداو نحيو هذوك الوراق الفوقانيين، هاد الوراق البنات يابسين نبقاو ننزعوهم هكذا ورقه بورقه، ونستعملوا البنات من الافضل السكين خير ملي تنحيو هاد الوراق بيديكم.
وحاولوا البنات هذاك اللب تاع هذاك الورقه اللي في القرنوع تخليوه لاصق في الجميخه، ما تطيروهش. شوفوا هنا راني نوريكم، شوفوا الورقه تاع القرنوع خاصكم هذاك اللب ديالها يكون لاصق في الجميخه، على خاطر الا خليتوه لاصق في الورقه تاع القرنوع كلي شغل ما عملتو والو. خاصكم شوفوا هكذا الورقه تاع القرنوع خاصكم تبقى خاويه، وهنا راني نوريكم هذاك اللب هكذا يبقى لاصق في هذيك الجميخه تاع القرنوع باش هذيك الجميخه ديالنا تجينا معمره. شوفوا ها هو راني نوريكم ونحاول نزيد نفهمكم، نتمنى انكم فهمتوني. هذيك الورقه تاع القرنوع كلي شغل كما اللي ناكلو، هذاك اللي ناكلو خاصنا يبقى لاصق في هذاك الراس ولا ديك الجميخه تاع الحبه تاع القرنوع. وكي نحسوا هذاك الشكل تاع الجميخه بدا يبان نبقاو نحكوها بالليم باش ما تكحلناش. وكي نحسوا بلي الوراق البنات بداو يطراونا وصلنا هذوك الوراق الطريين، في هذه المرحله تقدروا تستعملوا يديكم حتى الوراق توصلوا هذوك الوراق الدخلانيين اللي شويه طريين. ونفس الملاحظه نحاولوا البنات كي نطرطقوا هذيك الورقه تاع القرنوع هكذا بيدينا نحاولوا هذاك اللب نخليوه لاصق في هذاك الراس تاع القرنوعه. نتمنى انكم البنات فهمتوني، خاصني الورقه ديالي تكون خاويه. شوفوا كما راكم تشوفوا هكذا ما نضيعوش كامل القرنوع ديالنا. بنفس الطريقه نكمل وندور على كامل هذوك الوريقات تاع القرنوع حتى لنوصلوا هذوك البنفسجيين ونريدو. والان بنات نرجعوا لهذاك الراس تاع القرنوعه ونحاولوا نحيو هذاك الجزء الاخضر البنات، بصح ما نضيعوش. شحال من خطره نشوف القنوات البنات يغيدري هذاك الراس تاع القرنوع يبقاو ينقيوه ينحيو هذاك الخضر حتى يقرعوه ما يخليو منه والو، كلشي يرميوه في الزبل. شحال تغيطني نحيو ديك الطبقه ديك الخضره بصح غير بالسكين غير شويه من الفوق. نعاود البنات كما شفتوا بالسكين نمشي نحي هذاك الشوك اللي في الوسط، وفي التالي كامل باش نخفرغوا هاد الحبه تاع القرنوع نمشيو نحيو بالملعقه يتنحى لنا الشوك غايه الغايه. بالملعقه الصغيره كرطوا مليح مليح هذاك الشوك وحكوه غايه الغايه بالليم باش ما تكحلكمش. بنفس الطريقه على السريع نعاود نمشي نفهمكم حبه واحده اخرى. نحكو يدينا بالليم نستعملوا السكين حاد ونمشيو نحيو هذوك الوراق اللي من الفوق عاصين هكذا بالسكين، ودائما نحاولوا هذاك اللب نخليوه لاصق في الجميخه. وكي تبدا تشكلنا الجميخه نمشيو نحكوها بالليم ونعاودو نمشيو نبقاو نحيو ورقه بورقه. وكي نوصلوا هذوك الوريقات طريين نقدروا نستعملوا يدينا. وتوجور كي نكونوا نطرطقوا في هذه الوريقات نحاولوا اللب نخليوها لاصق في الجميخه. وهنا البنات كي تشكلنا الجميخه نمشيو نحيو هذاك الجزء الاخضر بصح البنات غير من الفوق ما نضيعوش. نعاودو نمشيو نحيو داك الشوك بالسكين، وفي التالي كامل ننفذوا المعلقه الصغيره ونكرطوها مليح مليح من هذاك الشوك، على خاطر كيبقى فيها الشوك هو اللي يكحلنا حتى اللي تصفى لنا هكذا من الداخل. ونحكوها مليح مليح هكذا بالليم. شوفوا البنات كيفاش تجي معنا بيضه وتجي هذيك الجميخه ديالنا معمره غايه الغايه ونصيبو ما ناكلو فيها. قلت لكم البنات في الاول تاع الفيديو نسيت باش نضيف الخليط ديالي شويه الملح، عاد هنا تفكرت. بنفس الطريقه نكملوا نقي دوك الحبات تاع القرنوع اللي عندي ونخليهم في هذاك الخليط هذاك اللي وجدناه حتى وقت الاستعمال نمشي نشلوهم مليح مليح عاد نطيبوه. وهنا صاير البنات كلشي راه عندي واجد، راني نقيت الجلبان راني نقيت القرنوع. شوفوا البنات هذاك اللون الابيض اللي راه في القرنوع علاش؟ على خاطر كرطته مليح مليح هذاك الشوك. هذاك الشوك هو اللي يخلينا هذيك الحبه تاع القرنوع تكحلنا من الداخل. كذلك هذاك الخليط اللي عملناه يلعب دور كبير. نخليوه في هذا الماء حتى وقت الاستعمال نمشيو نشلوه غايه الغايه باش نحيولوا هذيك الحموضه اللي فيه عاد نمشيو نعمروه بالكفته. والان نعطيكم سر كبير باش الجلبان ديالكم يجيكم حلو كالعسل، هو البنات خاصكم تكثروا له البصل. انا استعملت نص حبه كبيره تاع البصل البنفسجي، واستعملت هذاك البصل هذاك تاع الابضه اللي رقيق وطويل. هذاك البصل الخضر يعطي ذوق رائع للجلبان ديالنا. قد ما تكثروا قد ما الجلبان ديالكم يجيكم مبنين. انا كانوا عندي غير 2 حبات بصح، وكان عندكم حتى اكثر غير زيدوا كثروا هذاك البصل الخضر وما تخافوش، هو اللي يعطي له هذيك البنه البنينه ويخلي المراه ديالو تجي خاتره. وكما شفتوا البنات في الفيديو مشيت نقيت البصل وغسلته وبديت نقص هذا البصل البنفسجي هو الاول قصته الى قطع صغيره. عاود مشيت البنات نقدي على الغاز. هذا الغاز البنات المتوسط، ما نعملوش كامل ناقص وما نعملوش كامل قوي، نعملوه متوسط. عملت هذيك الحديده من التحت، مشيت حطيت فوق هذيك الطنيجه تاع الطين عملتها تسخن، ومشيت ضفت عليها ملعقه كبيره تاع السمن. هذا البنات خدمته في الدار، خدمته بالشحمه تاع كبش العيد، يقعد لي هذا السمن حتى عام ولا اكثر ما يصرالو والو. دوك نحط لكم الرابط تاع السمن في صندوق الوصف.
مشيت نضيف عليه 3 معالق كبيرة تاع الزيت، واللي ما عندوش السمن يطيب البنات ملعقة كبيرة مارغرين و3 معالق كبار تاع الزيت، خلطوا بيناتهم بصح يجي بنين الطياب ديالنا كي نخلطوا بين السمن والزيت. من اسرار وسر تاع البنه تاع الطياب خاصكم هذاك اليدام يدخل لكم مليح مليح، عاده تمشيو تضيفوا عليه هذاك البصل. انا بديت بالبصل الاحمر هو الاول عملته يتقلى لي، مشيت ضفت عليه ملعقه صغيره تاع الملح، وهنا الملح حسب الذوق. خلطت على هذاك الملح مع هذاك البصل الاحمر، غطيت عليه وخليته يتقلى لي في خاطره. وفي هذا الاثناء مشيت انا نقصص هذاك البصل الخضر، وهنا رجعت للطنيجه ديالي وصبت هذاك البصل الاحمر ديالي مازال خاصو طياب، عاود غطيت عليه مره واحده اخرى وخليته يزيد يتقلى حتى اللي يتقلى لي مليح مليح وحمار لي. عاد في هذه المرحله مشيت نضيف عليه هذاك البصل الخضر حتى تخلو مليح مليح الطياب. ما نتقلقوش البنات، ما تخليوش هذاك البصل يتغزغز، خاصنا باش يتعسل. خلطت هاد الزوج انواع تاع البصل وخليتهم مره واحده اخرى يطيبوا ويتعسلوا غايه الغايه باش الجلبان ديالنا يجينا معسل بهاد الحلاوه تاع البصل. وهنا البنات رجعت البصل ديالي وصاي البصل ديالي، شوفوا كيفاش الحجم ديالو نقص بزاف بزاف، وشوفوا كيفاش تعسل. هكذا تضمنوا بلي المرأة ديالكم تجيكم خاترة ويجيكم الجلبان ديالكم يجيكم بنين. في هذه المرحلة مشيت ضفت الجلبان ديالي، خلطت الجلبان ديالي مع هذاك البصل بنات، ما خليتوش يتقلى غير خلطته مباشرة. مشيت نضيف عليه كمية من الماء كانت عندي تغلي. شوفوا البنات، ضفت الجلبان هو الاول، عاد مشيت نزيد فوق الماء. علاش؟ باش ما نكترش بزاف بزاف الماء ويغلبني الماء ويجي هذاك المرأة ديالنا تجينا تشورورو. والان نمشيو نضيفو التوابل. عملت نصف ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، ربع ملعقه صغيره تاع الكركم، في الراس تاع الملعقه صغيره تاع الملون الغذائي، ولا عاد عندكم الزعفران عاد خير وخير، وعود تاع القرفه بالطبع شللتو. وكما شفتوا كنت ضفت الملح مع البصل. خلطت على هاد التوابل مع الجلبان ديالي ومشيت غطيت على الطنجره ديالي وخليت هذاك الجلبان ديالي يطيب. وقت اللي خليت الجلبان ديالي يطيب رجعت لهداك القرنو راني ماشي نعمرو بالكفته. شوفوا البنات راني نوري لكم، شوفوا كام هذاك الوقت اللي كنت نطيب فيه القرنو ونصور فيه، شوفوا كيفاش بقى لي اللون الابيض كامل ما كحاليش في هذاك الخليط. سورتو كي تكرطوه مليح مليح ما هذاك الشعر ما يكحلش. راني ماشي نعمر البنات القنوع ديالي بالكميه تاع الكفته تاع جداد، انا شريتها واجده من عند الجزار فيها الحراج، بصح نزيد لها الحراج باش تجيني بنينه كتر وكتر. مشيت رفت كميه من المعدنوس، راني نقصص المعدنوس ديالي بالمقص قصوه دأدأ. نمشيو نضيفوا عليها 2 ملاعق كبيره تاع لا شابيور اللي هي خبز يابس مرحي، تخلي هاد الكفته ديالنا تجينا طريه. والان نمشيو نضيفوا التوابل. ضفت ربع ملعقه صغيره تاع الملح، ما كانش فيها الملح، ونضيف لها ربع ملعقة صغيرة تاع فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة تاع السكنجبير، ملعقة صغيرة تاع فلفل أحمر. عاود مشيت جبت حبة تاع ولا جداد، فصلت البياض عن الصفر واستعملت فقط الصفر مع الكفتة. علاش؟ على خاطر كمية الكفتة ما كانت عندي بزاف. حاولت ندخل هذوك المكونات غاية الغاية ونعجن هذيك الكفتة ديالي مليح مليح. وانا نعجنها صبت هذيك الكفتة ديالي جاتني قاصحة، جاتني ناشفة. كان بالسيف عليا نمشي نضيف لها داك البياض اللي كنت خليته على جانب. خلطت مليح مليح هذيك الكفته مع دوك المكونات، وخاصني الكفته ديالنا تجيني شويه جاريه باش ما تطيرليش من القنوع. شوفوا البنات هذا هو القوام تاع الكفته، شوفوا كيفاش ريها جاريه. والان نمشيو نعمرو هذوك الحبيبات تاع القرنوع ديالي من بعد اللي البنات شللتهم مليح مليح بالماء، ودروك نمشيو نعمروهم بالكفته. شوفوا البنات كي تعمروهم بالكفته حاولوا البنات تهبطوا هذيك الكفته هكذا على الحواشي، ما تعملوش هذيك الكفته غير في الوسط تجيكم هكذا مكوره كالكره طير لكم. حاولوا البنات تهبطوها هكذا بالكفته يديكم على الحواشي كما راكم تشوفوا في الصوره. عاودوا الفيديو راه يوضح. شوفوا كيفاش هبط هذيك الكفته هكذا وزيتها هكذا بالكفته يديا مع الحواشي باش هكذا ما تطيركمش. بنفس الطريقه نعمر هادو الحبيبات تاع القرنه، والكفته اللي بقات لي غير شويه حبيبات مشيت كورتهم. رجعت للطنيجره ديالي، وهنا الجلبان ديالي راه دخلو الطياب، وريحه الجلبان ناس من نقولكم ريحه تشأني في ما ينشمها. مشيت نسدف هذوك الحبيبات تاع القرنوع اللي عمرناهم بالكفته هكذا حبه قدام اختها، وزينتهم هذوك بحبيبات تاع الكفته اللي كانت تشطط لي كويرات كويرات، عملتهم بيناتهم وبلعت على الطبق ديالي ولا على الطاجين ديالي، وخليت هذاك القرنوع ديالي يطيب. راكم عارفين القرنوع بسرعه يطيب.
وفي هذه المرحله الا ستو المراه ديالكم كانت شويه ناقصه، تادوا تسخنوا واحد شويه تاع الماء سخون، تعملوه يغلي حذاري تكبوا الماء بارد فوق هاد الطاجين ولا فوق هاد الطنيجات الطرطاء، وكبوا هذاك الماء غير في الجناب، ما تكبوهمش فوق القرنوع، تصمتوا الماكله ديالكم كل جنب تكبوا واحد شويه تاع الماء يكون يغلي باش هيدا الماكله ديالكم ما تصمتش. خليت القرنوع ديالي يطيب لي وهداك الجلبان يكمل طياب وتكتك طيب في خاطرها وتتجمر حتى ديك المريئه ديالها عقدت وما بقاتش كامل ترايه تاع البصل، تقول كامل ما عملناش البصل في هذا الجلبان. وها هو دا طاجين الجلبان بالقرنوع والكفته راه وجد معايا. وشوفوا البنات كيفاش جات معايا هذيك المريئه خاطره وبنتها ما نقولكمش ما تنشبعش، جات عسل عسل، ما عملنا فيه لا زروديه لا والو، بصح هذاك البصل اللي عسلناه وكثرنا البصل هو اللي يخلي المرأة بالجلبان ديالنا تجينا بنينه ومن الريحه ما عندي ما نقولكم. في هذه المرحله البنات ادوا تفقصوا حل الحبيبات تاع ولا جداد على حساب افراد العائله، وتخليهم هكذاك حبات صحاح وتغطيو عليهم. وها هو دا الطبق تاعنا تاع نهار اليوم راه وجد معنا، وشوفوا كيفاش راه غادي تكتك على خاطر هاد الطنيجه ديالنا طابت سخانه. اسمع لكم جات بنتو روعه، سورتو كي طاب في الطين جات بنتو ما تنشبعش، لحسنا عليه صباعنا. راكم شفتوا البنات ما نكثروا فيه التوابل، ما نعملوا فيه طوماطيش كونسونطري، ما نعملوه طوماطيش عاده. زمان كانوا يطيبوه غير بالعود تاع القرفه والزعفران والتفاح والملح، انا عاده زدت لكم شويه تاع الكركم باش ما نكثرش بزاف هذاك الملون الغذائي باش يكون صحي اكثر واكثر. ربما البنات يكون هذه اخر وصفه في هذا الشهر الشعبان، الا ما عاودش شفتكم في هذا الشهر الشعبان ان شاء الله نلتقي في شهر رمضان ولا زادونا نهار بربما نزيد لكم شي وصفه. وصلنا الى نهايه الفيديو تاع نهار اليوم، نشوفكم فيديو اخر باذن الله.